ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده يا جماعه في المصيف زي ما انتم شايفين. طبعا انتم مش شايفين المصيف، احنا دلوقتي في المصيف. تمام. فبنعمل مشويات، كل اكلنا مشويات. طبعا ما ينفعش تعملي اكل طبيخ والكلام ده طبعا في المصيف. هقول لكم ازاي تسوي الفراخ على الفحم، ازاي ما تطلعش منك مجلده او بتشد او الكلام ده، وتستوي معاكي في اقل من يعني ما بيكملش ربع ساعه. بسم الله ما شاء الله يستوي معاكي. طبعا انت بتخلي الفراخ من العظم. انا ما بعملش الفراخ المشويه بعظمها. بخلي الفراخ من العظم زي ما انتم شايفين كده، القطعه بتبقى بقطعتها. تمام. وانت بقى بتشوي الفراخ تعملي ايه؟ تمسكي تغرزي كده، تغرزي كده السكينه كده، تعملي خرام كده لحد الاخر اهو كده كل الفراخ اهي. شايفين الجمال كده؟ تستوي معاكي في ثانيه. دي احسن طريقه الفراخ تستوي معاكي فيها. وتمسكي التتبيله اللي انت عاملاها بالفراخ، تقعدي كل شويه تجيبي الفرشه وتدهني الفراخ من فوق اهو. شايفين؟ لازم اهم حاجه عندك، اهم حاجه لازم تقعدي تفتحي في الفراخ كده اهي. الفراخ تطلع معاكي والله العظيم مستويه ودايبه وجميله. شايفين الجمال اهو كده. طب انا خلصت الجزء ده كده، بقوم عامله ايه؟ الجزء ده لسه بيتشمع. بصي كده، هتعملي على الوشين. لعلمكم الفراخ اللي من غير عظم بتستوي في 5 دقايق. الفراخ ام عظم دي ملهاش ريحه اللازمه يا جماعه، بتاخد سوا والفراخ ما بتطلعش معاكي اللي انت نفسك فيها. تمام. طبعا الجزء ده هيقع، طبعا لازم الحقها كده كده. لازم تعملي الفراخ كلها تفتحيها كده عشان تستوي وتخش جواها الايه التتبيله، وتستوي معاكي في 5 دقايق اهي. شايفين كده؟ ايه رايكم في الطريقه دي؟